السلام عليكم. في البداية حبيت أشكركم لتغطيتكم لهذا الحدث الجميل. طبعا معروفين أنتم بالتغطيات الإعلامية الممتازة، ونتمنى تواجدكم وتواجد باقي الإعلاميين لدعم مثل هذه البطولات. طبعا المنافسين كتير في المجال، وما شاء الله نادي الشباب فيها لعيبه كويسين، ونادي الرياض ونادي القادسيه ونادي الفتح، في طبعا انديه كتير جدا جدا موجوده في الدوري الممتاز وفي الدوري الدرجه الاولى، وكل ده برعايه الدرجه الاولى. ايوه، هو الشباب كان منافس لينا، والرياض كان منافس لينا، والجاره كانت منافسه لينا، والحمد لله تخطينا كده وخدنا اول في البراعم. احنا حققنا في هذه البطولة على مستوى فئة الشباب المركز الأول. البطولة ما كانت سهلة، وبالأخص ان احنا يعني فريقنا يلعب بدون محترف أو مواليد. يعني مثل ما قال كابسن، احنا كنا ما عندنا مواليد ولا محترف يعني، وهذا كان صعب يعني مع المواليد. احمد الباكستاني كان مره صعب، وهذا اول مره انا افوز عليه. يعني شديت حيلي واهالي ثماني والكباتن ونادي الفتح بعد، الحمد لله حققنا المركز الاول. أحبكم عبر الميدان الرياضي، وخلينا نتكلم عن أجواء البطولة. كيف شفتوا البطولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. التجمع هذا التجمع الرابع بعد بداية موسم حوالي 4-5 شهور، يعني من أصعب التجمعات اللي مرت علينا يعني خلال الفترة السابقة. جميع الفئات فيها تنافس من البراعم للناشئين للشباب، لأنه التجمع الرابع هذا يعتبر تجمع تحديد المراكز، المراكز الأولى والمراكز الهبوط، وهذه فكانت تنافس شديد جدا جدا.